النهاردة بقى هنعمل أسهل وأسرع تحلية في التاريخ هتعمليها لرمضان. سهلة وسريعة وبسيطة ومكوناتها بصوا زي ما انتوا شايفين، من غير بيض من غير فرن، وكمان شكلها شيك جدا تنفعك في العزومات بتاعة رمضان وتشرفك كده قدام ضيوفك. بصوا بقى الجمال بتاعها، هتعمليها في كاسات في كوبايات في بولات، شكلها حلو جدا والطبقات زي ما انتوا شايفين كده، وبجد طعمها في حتة تانية خالص. شايفين الجمال؟ بصوا بقى القطعة عاملة ازاي. عايزاكم بقى تعملوا لايك وشير كتير، ويلا بينا بسرعة على الطريقة والمقادير. بسم الله. اول حاجه كده معايا معلقه كبيره من السمنه، سيحتها كده في طاسه، ونزلت بربع كيلو من الكنافه كنت مكسراه صغير كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وابتدي اقلب فيها كده لحد ما تاخد لون وتبقى اللون معايا ذهبي كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. انا نزلتها على جنب، وبعد كده حطيت لها معلقتين ثلاثه من الشربات، او تحطي معلقتين من السكر البودر بس كده، يعني تكون فيها تحليه بسيطه. تمام. وبدأت أحطها في البولات بتاعتي أو في الكاسات زي ما انتي بقى عاوزة. ممكن كمان تبقى في أطباق صغيرة كده، هتبقى حلوة برضو. وبعد كده هسيبهم على جنب وابتدي أعمل الكريمة. معايا كوبايتين كده من الحليب، هنزل بيهم في حلة بالشكل ده، وبعد كده هضيف عليهم 4 معالق كبار من السكر. والسكر على حسب بقى رغبتك، عايزة تزودي عاوزة تقللي براحتك زي ما انت عاوزة، بس السكر كده مظبوط جدا. تمام. يعني معلقتين سكر بودر في الكنافة و4 معالق في الكريمة، فمش كتير السكر. تمام. حطيت معلقة من الدقيق ومعلقة من بودرة الكاسترد، وينفع الاتنين يبقوا كاسترد وينفع الاتنين يبقوا دقيق، براحتك خالص، بس الميكس ده بيخليها طرية وناعمة كده وسلسة. قلبتها على البارد ورفعتها على النار وبدأت تتقل معايا، ضفت معلقة كبيرة من الزبدة، وخلاص هي كده بقت تمام معايا. هنزل بيها على الكنافة بالشكل ده، بس طبعا الكنافة كانت بردت عشان تفضل مقرمشة معاكي، ما تنزليش عليها بيها وتخليها طرية. تمام. حباها تبقى طرية انزلي عليها والكنافة سخنة. تمام. جبت بقى ايه بديل الاوريو، وبدات احطه على الكريمه اول ما شدت، وبعد كده جبت كيس من الجيلي، نزلت عليه بكوبايه من الميه، طبعا اي نوع جيلي يعجبك، ميه مغليه، قلبته كويس، وبعد كده نزلت بنص كوبايه ميه بارده، وخلاص الجيلي معايا جاهز. ابدا بقى بصوا زي ما انتم شايفين بالمعلقه واحده واحده كده، انزل على كل كاس او بوله عملتها لحد ما املاها كلها لحد الاخر. شايفين؟ بصوا المنظر اكتر من رائع. هدخلها بس التلاجة ساعة كده تتمسك، وبعد كده نقدمها. عشان كده بقول لكم اسرع تحلية، يعني ممكن تعمليها قبل الفطار، وبعد الفطار هتكون جاهزة معاكي تقدميها لضيوفك على طول. قد ايه سهلة وبسيطة وسريعة، ما خدتش معايا وقت ولا مجهود، وكمان شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين. بصوا الكاس كده هينطق، شكلها تحفة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ وكمان من جوه كده خطيرة. بصوا بقى الكريمة مع الجيلي مع الكنافة، ايه رأيكم في الجمال ده؟ لايك وشير بقى لو الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا، وبس كده.